السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل فيديو جديد بنتكلم فيه عن مريض غسيل الكلى والحياة على جهاز غسيل الكلى. كلام كتير اوي هيفرق مع ناس انا حاسه بيه. في ناس بتصحى كل يوم بتقوم عادي، تشرب قهوتها، شاي بلبن، فطارها، بتشوف الدنيا ايه وتبدأ يومها عادي. لكن في ناس تانية اول ما بتفتح عينها بتفكر يا ترى هو النهارده في جلسة غسيل ولا انا نسيت ولا ايه. تخيل ان حياتك كلها تبقى مرتبطة جهاز لو اشتغل تعيش، لو مشتغلش الدنيا بتقفل معاك، كلها بتقف معاك. يعني انا واحدة من الناس بصحى بغسل 3 مرات في الاسبوع، نفس السرير، نفس الابرة، نفس الممرضة، نفس كل حاجة، نفس التعب اللي مبقاش ليه طعم. بس الغريب ان انا كل مرة بروح وبخرج منها ببقى مبتسمة وبضحك، ورغم الوجع والضعف، رغم اني عارفة ان بكرة هرجع تاني. وكل مرة بقول انا مش بعيش عشان غسيل، انا بعيش عشان الناس اللي مستنياني بعد الغسيل، اهلي، صحابي، جوزي وابني طبعا في المرتبة الاولى. اللي انا بصحى كل يوم بظبط لبسي، بظبط دنيتي وابني وجوزي اللي بيبقوا مستنيني بعد الجلسة، وجهاز الغسيل طبعا اللي بقى جزء مرتبط من العيلة. بس الحقيقة يا جماعة مش الغسيل هو الموجع، الوجع الحقيقي الاحساس اللي انت مش قادر تعمل حاجة لوحدك، اللي انت محتاج مساعدة في كل حاجة. يعني انت ممكن حد يساعدك عشان انت تدخل الحمام، وكل ده بعد كل جلسة بقول كلمة واحدة بس، الحمد لله. الحمد لله على كل شيء. الكلمة دي ناس كتير بتقولها بس ما بتحسش بيها. هو كان انا بحس بيها، يعني بكل نفس بتسحب مني انا بحس بيها، وبكل لتر دم بيرجع لي بحس بيها، بقول الحمد لله الحمد لله. هي ساعات الحياة كتير قوي بتقسى، بس اللي يعرف بيصبر وبيتحول وجعه لقوة وصبر وإيمان، وبيفهم ان كل يوم جديد من غير اي تعب دي هدية من ربنا ليه. انا لما بروح بلاقي الجهاز شغال ومفيهوش اي حاجة، انا بقعد احمد ربنا وبدعي ربنا ال4 ساعات بتوع الجلسة ان الجهاز يفضل شغال، يعني ما يحصلش حاجة وقلبي يقع لو لقيت حصل حاجة. ده والنبي الحقيني عايزة اكمل جلستي على خير، وما ينفعش افوت جلسة. انا بتعب، انتوا في نعمة بجد والله. تناموا تصحوا تحمدوا ربنا عليها، ان ربنا مديك حاجة انت مش عارف قيمتها. يعني ان انت اصلا يومك ماشي عادي، اصلا مفهوش مستشفيات، مفهوش اي حاجة، ده دي لوحدها تصلي ليل ونهار عليها. فكروا في كل مرة بتحسوا بيها في تعب او في تعب في يوم، يعني مش عارفة اقول ايه، بس تنام من غير تعب، تشرب ميه براحتك ما بتحسبهاش. يعني انا بحسبها، انا مثلا نفسي في كوبايه نسكافيه بس انا شربت الصبح، ما ينفعش اشرب تاني عشان انا هتعب، عايزه اموت واشرب على كوبايه قهوه، مش هينفع. موز، نفسي اكل موز، مش هينفع. عايزه اشرب كوبايه ميه متلجه بقين عشان ما ينفع، خايفه هتعب، ممكن الميه تزيد، مش عارفه. في الاخر بس حبيت اقول لكم كلمه، ولكل مريض فشل كلوي ومريض الذئبه او اي حد مريض في الدنيا مرض مزمن، احنا ابطال، مش لانكم بتتغلبوا على المرض، لكن لانكم بتتعلموا تعيشوا رغم وجوده. احنا بنتعلم وبنفضل عايشين وخلاص تأقلمنا. وفي نهاية الفيديو احب اشكر كل مريض فشل كلوي ان انت صامت للنهاية وصامدين للنهاية رغم اللي احنا شايفينه في حياتنا، ومحدش فينا حاسس بالوجع غيرنا.